أكبر كذبة أن هناك إعلام حر في الغرب. يا أخي كيف يمكن أن يكون الإعلام حرا في الغرب وهو إعلام حزبي بالدرجة الأولى؟ نعم. يعني إذا نظرت إلى الصحف البريطانية مثلا تجد أن صحيفة التايمز تاريخيا تمثل المحافظين، حزب المحافظين، وجريدة الديلي تيليغراف تمثل المحافظين المتشددين إذا صح التعبير، الجارديان تمثل اليسار البريطاني أو حزب العمال البريطاني. وأنت تجد يعني أنه الذين يكتبون في صحيفة التايمز يختلفون تماما عن الذين يكتبون. إذن يكتب هنا ممنوع أن يكتب هنا، ممنوع ولا يستطيع. إذن في نهاية المطاف أنت لست حرا، أنت تابع لخط سياسي معين. ثانيا يعني هذا من جهة. من جهة أخرى لو ذهبت إلى أمريكا، كل هذه الإمبراطورية الإعلامية الكبيرة يقول لك عندنا 10,000 تلفزيون، 10,000 مجلة وجريدة وما بعرف شو كذا. لكن لو شاهدت كل هذه التلفزيونات ذات ليلة لأخذت الانطباع بأن هناك رئيس تحرير واحدا نعم. لكل هذه الإمبراطورية. لدي مصطلح أستخدمه كثيرا، الجوبلزية الجديدة. جوبلزية نعم. نسبة نعم. إلى جوبلز، اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك بالضبط، أو حتى يعلق شيء نعم. في أذهان الجماهير نعم. نسبة نعم. إلى جوبلز وزير إعلام هتلر الشهير. نعم. وأنا بعتقد من وجهة نظري أنه مسكين هذا جوبلز، والله أنه مسكين بتاع هتلر، يعني بيسبوا عليه وبيبصقوا عليه وبقول لك كذب. وهم الآن أسس إلى فكر هم الآن النظرية الجوبلزية أصبحت أكثر تطورا ب1000 مرة مما كانت عليه في العصر الناسي. صحيح. بسبب الميزانيات الهائلة لوسائل الإعلام، بسبب تنوع وسائل الإعلام من إنترنت، من كذا، من تلفزيونات، من مجلات بكذا. نعم. الجوبلزية لم تكن مزدهرة في تاريخها أكثر مما هي مزدهرة. ليس هناك مجتمع دولي، هذه كذبة كبيرة. هناك مجتمع غربي أو ثلة عصبة، يعني يتحدثون عن الديمقراطية، وهناك أكبر ديكتاتورية تحكم مجلس الأمن والأمم المتحدة. يعني أنا أتساءل كيف تتحدث عن ديمقراطية وأنتم عبارة عن 5 تحكمون العالم. صحيح. منذ الحرب العالمية الثانية. نفس الكلام ينطبق على الإعلام. الإعلام الذي يوجه العالم الآن هو إعلام غربي وأمريكي تحديدا. أنت تعلم حتى الإنترنت، ربما الكثير من المشاهدين لا يعرفون أن مفتاح شبكة الإنترنت موجود في هذه اللحظة على ظهر أو على متن إحدى حاملات الطائرات الأمريكية التي تجوب المحيطات. يعني بكبسة زر يمكن أن يفصل الإنترنت عن بلد معين كعقوبة اقتصادية. ثانيا أنت ترى الأحرف الأولى عندما تدخل الإنترنت HTTP. نعم. هذا بروتوكول خاص، تذهب إلى أمريكا ومن بعده تدخل إلى موقع ربما هنا في قريب منك. المواطن الأمريكي يعتبر وللأسف الشديد من أكثر مواطني الكرة الأرضية جهلا بالقضايا السياسية. يعني شاهدت برنامج قبل فترة يعني تموت من الضحك. شخص يجري مقابلة في حديقة عامة مع مجموعة من الأمريكيين، يسأل مثلا شخصا أمريكيا يقول له: من تعتقد الدولة الإرهابية التي يجب أن تستهدفها أمريكا؟ ماذا أجاب؟ قال له: إيطاليا. يعني إجابات لا يعرف ماذا يحدث في العالم ولا يعرف حتى أين تقع تلك الدولة. يعني حتى الرئيس الأمريكي جورج بوش. صحيح. جورج بوش. نعم. لم يعرف أحد لا. نعم. بنفس اليوم التي كان خرج فيه كرئيس جاءه أحد الصحفيين وكانت مفتوحة على الهواء مباشرة. نعم. قال له: Mr. President, do you know what's happening in Pakistan today؟ هل تعلم ما الذي يحدث في باكستان اليوم؟ نعم. قال له الرئيس: Do you؟ أنت بتعرف؟ كان يومتها في باكستان في انقلاب. صحيح. انقلاب. برويز. وأنت يعني المشكلة أنه باكستان ليست يعني هي منطقة نفوذ أمريكية. صحيح. مهمة جدا. صحيح. والرئيس يقول له: لا أعرف ماذا حدث في باكستان. يعني هناك أمية سياسية في الغرب. طبعا أمريكا لا تضاهيها الدولة في العالم بالأمية السياسية، وهذه يعترف بها الأمريكيون. صحيح. قبل غيره. المشكلة في الغرب، مشكلة في الغرب هناك كم هائل من النفاق. يعني أنا أتعجب عندما أرى سيدة بريطانية أو غربية تهتم بكلبها أكثر مما تهتم بشعوب أفريقيا بأكملها. نعم. يعني هذه لا شك موجودة في الغرب، موجودة هذه العنصرية وموجود عدم الاهتمام. يعني روديارد كيبلينج الشاعر البريطاني، شاعر البلاط أو شاعر الإمبراطورية البريطانية الشهير الفاشي الكبير، كان يقول لك بالحرف الواحد، يقول لك إن كلبي أشرف من أكبر أفريقي. للأسف الشديد. طبعا هذه فضيحة بكل المقاييس بالنسبة للغرب.